الحمد لله على سلامتك. الحمد لله على سلامتك يا ست هانم. الله يسلمك. كنت فين بقى حضرتك؟ انا كنت في عزا واحده صاحبتي، سيد كان معايا مسافه. لا الباقي في حياتك. تعالي تعالي يلا. تعالي تعالي تعالي. قومي 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 معايا. قومي تعالي. استني هناك استني هناك. امسك امسك. اقتلها. بقول لك اقتلها. مستني ايه؟ مستني ايه؟ هات. انا دايما بشيل الرصاصه الاولانيه من الخزنه عشان في عصبيتي ما اتعورش. انت من بكره هتسيب المدام. بما انك ضعفت قدامها ونفذت كلامها مره واحده تبقى خلاص ما ينفعش تشتغل معاها تاني. لكن بما انك نجحت في الامتحان اللي انا عملته لك دلوقتي فانت هتبقى معايا انا. خد دول شابرق نفسك بيهم. انت من هنا ورايح بتشتغل مع سالم الجرحي، يعني انت بتمثلني انا. أنا دايماً بشيل الرصاصة الأولانية من الخزنة عشان في عصبيتي ما اتعورش. صدقيني والله كنت منشن فوق دماغك. أنا يستحيل أعمل فيكي كده. أنا سبق وحذرتك قبل كده إنك تخالفي أوامري. المرة الجاية هقتلك بجد. أنت فاهمة ولا مش فاهمة؟ إلا إذا كنت عايزة تتحرمي من تربية ابنك طول العمر. فاهمة ولا مش فاهمة؟ ردي عليا، فاهمة ولا لا؟ فاهمه. صدقيني أنا كنت منشن فوق دماغك. أنا يستحيل أعمل فيكي كده. في إيه بينك وبين الحيوان ده؟ في إيه بينك؟ مفيش حاجه، مفيش. كدابة كدابة. ايه اللي حصل؟ خليك انت ماشيه ورا دماغك كده لغايه لما توديكي في 60 داهيه. انا مش سابق وحذرتك انك تقطعي علاقتي بيهم. كنت عايز نعمل ايه وامي بتموت؟ في ايه لما كنت احضر دفنتها وعزاها؟ فيها انك كسرتي اوامري اولا، وثانيا عرضتي نفسك وعرضتينا كلنا للخطر. ولا انت نسيتي ان نجوى عبد السلام ماتت من 2 سنين؟ بس دي امي. انتهينا.
من هنا ورايح مفيش خروج من باب الفيلا الا باذن مني. ومن بكره في جارد جديد ما يسمعش كلامك ويمشي ورا هواكي. واعتبري اللي بعمله معاكي دلوقتي فرصتك الاخيره عشان تعيش هنا جنب ابنك. يوه على اخر الليل. عايزه ايه يا ست انت كمان؟ كل ده عشان كنت عايزه اطمن عليك. انا اسفه، عن اذنك. استني. استغفر الله العظيم. استنى يا سماح. نعم، في حاجه تانية عايز تقولها؟ حقك عليا معلش، بس انا لو مهم عندك فعلا ما تسالنيش مالك ولا ايه اللي حصل، عشان انا مش ناقص حد يحك لي مناخيري يا سماح. براحتك، بس لو عاوز تتكلم او محتاج تفضفض انا موجوده. انا ما نسيتش وقفتك معايا، ما كانش ينفع اشوفك كده وما اطمنش عليك. تصبح على خير يا سيد. ايوه يا متر. ابشر يا عرب. ابشر، لقيت لك حل لقريب الهانم اللي جت معاك ليا. طيب تمام. لا مش تمام، الموضوع محتاج فلوس زياده ولازم الهانم توافق عشان نبقى في الامان. ايوه عايز كام يعني يا متر؟ قول لي. مش انا اللي عايز يا سيد. وبعدين انت بتكلمني بالطريقه دي ليه؟ بقول لك ايه يا متر، انا مش فايق لك. قول لي عايز كام وهقول للهانم على الرقم اللي انت عايزه، واللي هي تقول عليها يمشي. يا سيد. يا سيد انا قصدي اشرفك وارفع راسك قدام الهانم. ايوه كام يعني؟ ماشي ماشي يا سيد. احنا دلوقتي بنتكلم في 3/4 ارنب. يعني ارنب الا ورك. قول لي ليه؟ اسالني قول لي ليه؟ ماشي هبلغها. مع السلامه يا متر. اخد دور. سلام يا سعيد، لسه ما خلصتش يا سعيد. الو. بس انت هانم. ايوه يا سيد. ماله عايز ايه؟ 3/4 مليون جنيه؟ هو مش كان طالب نص مليون وانت كنت مستكتر المبلغ؟ والله سيادتك انا مجرد واسطه خير. حضرتك قلت لي هات محامي جبته، لكن موضوع الفلوس ده بقى يستحسن يبقى بينك وبينه. اوكي يا سيد، هشوف وارد عليك. انت المفروض ترد عليه امتى؟ ايه؟ ها؟ سيد انت سامعني؟ انا معاك يا فندم، انا معاكي. بقول لك المفروض ترد على المحامي امتى؟ معرفش يعني، هو ما قاليش بالظبط، بس انا حسيته انه مستعجل يا فندم. على فكره انا استغربتك جدا امبارح. ما كنتش متخيله انك ممكن تقتل ريهام بالبساطه دي. اوامر سالم بيت تنفذ على الكل. تمام سيادتك، تمام. حاضر يا فندم. يا سليمان في ايه؟ أبو العز بيه كلم سعادتك أكتر من مرة وسعادتك مسافر. هو عايز حضرتك ضروري. بالشو عايز ايه؟ حاولت أعرف منه بس للأسف ما وصلتش معاه لأي نتيجة. خلاص خليه يجي. ما هو جاي فعلا يا باشا. انت عارف ايه اللي يعجبني فيه؟ انه زي القطر عارف هو عايز ايه. بعدين سعادتك يا باشا. اتفضل. انا لا يمكن اعمل كده. انا كنت منشن فوق دماغك، ولو عليا كنت نشنت عليه هو. بس انا لو عملت كده هخش السجن وابعد عنك، وانا لا يمكن اخليكي تبعدي عني. احنا بكره على ميعادنا يا هانم. انا لا يمكن اعمل كده. اهلا. جبت الشمع. اهو اتفضل يا ريس. يعني اعمل فيك ايه بس؟ اعمل فيك ايه؟ الشمع ده يا حبيبي تجيبه لواحد خايف من الضلمه، تجيبه لاياد ابن اختك في اسبوعها، لكن اللي انا طالبه شمع لزوم ليله رومانسيه، ليله رومانسيه. ما انا قلت له اداني ده اهو. ادالك ده اهو؟ تاخدهم ترجعهم، وانت راجع تعدي على عطار في المهندسين في الزمالك وتقول له كده بالحرف: عاوز شمع لزوم ليله العمر. ليله العمر، هم عارفين الكلام ده هناك. طب فرضا ما رضاش يرجعه اعمل ايه؟ احنا هنستقبل هنا، هتستعبط؟ انت بتشتغل ايه؟ اصلك تاخده على الاسم يتعامل معاه الصح هناك، فاهم؟ بقول لك ايه؟ وانت راجع تعدي على الصيدليه
تقول له وحياة امك دي اللي فهمتها لوحدك. يلا غور، امشي امشي، جاتك القرف. الو. الو، مين معايا؟ انا الشبح. اخاف واكش من ده الوش. اوعي تخافي والدوكش معاكي. عسل يا اخواتي. شاعر. علمني حبك سيدتي أسوأ عاداتي. عارفة، أنا عشانك مش هكتب شعر، أنا أمشي على الحيط. وتمشي على الحيط ليه؟ واخده بورس. اتكلم جد شويه يا دوكش، قولي عملت ايه؟ كله تمام، كلها ساعة زمن واجي أخدك عشان نقضي ليلة العمر سوا. لا ما تتهورش. استنى لما انا اتصل بيك بالتليفون واقول لك ان الدار امان. أمان إيه؟ إحنا بنسرق؟ أنت مرات على سنة الله ورسوله وعندي شهود بكده. بقول لك إيه؟ أنا لولا خايف على شعورك كنت رجعت معاك البيت امبارح. خايف على شعوري ولا خايف على 100,000؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. 100,000 إيه بس؟ ما كله هيتصرف عليكي في الآخر وكله راجع لك يا زبدتي، وأنت عارفة مبدئي حد الله ما بيني وبين الحلال. خليك حليم لحد ما ننول المراد. حليم وفريد وعبد الوهاب وام كلثوم. خفة دمك ما وردت على حد يا دوكش. عسل يا واد، عسل عسل يا دوكش. طب مع السلامة بقى. نعم. لقيتك غبتي جوه الأوضة، قلت أما أطمن عليكي. نفسك تفتحي عليا تلاقيني مخنوقة مشنوقة، صح؟ ألف بعد الشر عليكي. ليه كده؟ شوفي يا بنت الصاوي، مش انتي خدتي يم جوزك واخوه وعملتوا عصابة عليا وحبستوني زي الفراخ في العشة؟ سيبيني راقدة بقى هنا يمكن افقس. يما الناس غرضها تصلح. لا غرضها ولا مرضها. قال صباح الخير يا جاري، انت في حالك وانا في حالي. ليه كده؟ بالعكس احنا مش عدوين. ده عمي فرحان بيموت فيكي، واحنا كلنا قبل موضوع السجن ده هو كنا عايشين فل الفل. انت اللي قلبتي، ده غير بقى اللي طالع عليكي بقعدتك في الأوضة بقالك يومين. سبحان الله سبحان الله، لا كده عاجب ولا كده عاجب. اولع في نفسي يا بنت عشان ترتاحي. مش عارفة ليه ما بقتش فاهماكي، حاسة انك عاملة ده الزمن بقى ماشي بالمتشقلب. العيال هي اللي بتحاسب اهاليها دلوقتي. لا ولسه ما هشوف منك يا بنت الصاوي. اتفردي والتاني اتفردي والتاني. باشا كمل كلامك يا ابو العز، انا سامعك. أنا كنت بكلم سعادتك يعني بخصوص المصلحة اللي جاية. مالها؟ محتاجة مني فلوس ياما، وأنا بصراحة كده مستخسر أجيب القرشين بتوعي اللي بره، فجات لي فكرة كده يعني قلت أعرضها على سعادتك. قلت لك كمل يا ابو العز، انا سامعك. بالنسبة للفلوس بتاعت حسونة وجمال باشا السكري اللي جاية لك اليومين دول، بدل ما نسفرها بره ونمرمطها ونغربها أنا أولى بيها. مش عايزها الغرض غير شريف يا باشا، ولا اخدها لنفسي والعياذ بالله. انا كنت هشتغل بيها في العمليه اللي جايه دي، وكلها شهر بالكتير، على ما اوزع بضاعتي والم الغله من السوق هرجعها لك كامله مكمله وعليها مكسبها كمان، ولا من شاف ولا من دير. ايه راي سعادتك؟ في ايه؟ ما انا بقول انت مش معايا يا باشا مع الافلام. ما انا قلت لك اني سامعك. طب ايه رايك يا باشا في الكلام اللي سمعته ده؟ ان الفلوس ترجع بفايدتها؟ الله عليك يا باشا، ما انت مركز اهو زي الفل وقاري التيتا بالظبط. عظيم. طب افرض بقى ما رجعتش؟ ترجعش ازاي يا باشا؟ خد عليا كل الضمانات، واللي عند ابو العز ما بيروحش. ما يروحش ازاي؟ اذا كنت انت نفسك كنت هتروح، فما بالك بقى بضاعه في علم الغيب. خد عليا شيكات يا باشا، والفلوس بتاعتي اللي عندك بره تغطي. قلت ايه؟ لا مؤاخذة يا باشا. الله 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 الله، ايه القلاجه والشيكه دي يا ابو السيد؟ لازم نكون واجهة لسالم باشا. بعد إذن معاليك يا باشا. خير يا سيد. ماهر باشا عايزني أروح له الاسم. مين ماهر باشا ده؟ ده المساعد بتاع أشرف باشا الله يرحمه. وده عايز ايه ده؟ وأنا هعرف كل حاجة لما أروح له وأرجع أقول لسعادتك على طول. بالإذن يا باشا. ايه راي سعادتك بقى في موضوع الشيكات؟ حلمك عليا يا ابو العز، مش هعرف انا كمان مصلحتي ايه في موضوع زي ده.
مصلحتك؟ طالما مصلحة بقى اجيب شوية فشار. كل اللي تؤمر بيه هيتنفذ يا سعادة الباشا. ده عايز ملح يا باشا. أمورنا يا باشا. يا سيد، وصلت لإيه؟ بخصوص إيه سعادتك؟ بخصوص إيه إزاي؟ احنا عندنا موضوع غيره يا بني ادم. العربيه اللي خبطت اشرف بيه شفتها في اي مكان من املاك سالم الجرحي؟ الحقيقة لأ يا باشا. يعني ايه؟ إيه ده بس يا باشا؟ المأمور لسه ملمح لي دلوقتي حالا ان ملف القضيه كله هيتقفل لو ما لقيتش العربيه دي. انت عارف ده معناه ايه؟ ان دم اشرف هيروح هدر. إن شاء الله مش هروح ولا حاجة. اديني بس سيادتك مهلة صغيرة وأنا هقلب لك الدنيا عليها. إن شاء الله هنوصل للنتيجة. قلت لك لا. لا يا سيد، وما تحاولش معايا في السكة دي. أنا عندي عيال عايز أربيهم. ما هو الظابط أشرف الله يرحمه كان عنده عيال عايز يربيهم برضه يا صاحبي. وعلى فكرة الراجل ده لا عض حد ولا جار على حق حد. كل اللي عمله إنه كان بيأدي واجبه. بس طبعا ده ما عجبش اللي ليهم مصلحة فخلصوا منه. سيبني في حالي وحياة أبوك يا سيد. أنا ماليش دعوة بالقصة دي. أنا مش هشهد على سليمان. يا ريتني ما كنت اتنيلت خرجت في اليوم المهبب ده. وهتقول لربنا إيه لما يسألك؟ يا ريتني ما كنت خرجت في يوم زي ده. يا راجل، يمكن ربنا جعلك سبب عشان ترجع حق العيال من اللي قتل ابوهم. اللعبة دي أنا براها يا سيد. قلت لك الداخلية مش هتغلب. الغريبة بقى إن الداخلية غلبت. والأهم إن دي مش لعبة. ده حق أيتام. وفي رقبتك يا صاحبي. ارنولد ابن حلال، لسه كنت هكلمك دلوقتي. تحت أمرك سليمان بيه. الاول صحيح، انت كنت بتعمل ايه هنا؟ أبدا، كنت بزور سيد. طيب شوف بقى، انت من بكره هتبقى الجرد الخاص بتاع ريهام هانم. طب وسيد؟ انت مالك انت تنفذ اللي بقول لك عليه وبس. آسف يا باشا. طبعا مرتبك هيزيد، ده غير ان امتيازاتك كمان هتزيد. كتر خيرك يا باشا. سيد، نعم يا سماح. يا رب تكون احسن دلوقتي. والله في مكان زي ده كويس من وحش، ما بقتش فارقة. طيب رايق تسمعني دقيقة؟ قول يا سماح. عايزاك تساعدني ندخل مكتب أكرم مدير شؤون العاملين بالليل ندور على ملف عجمي. عارفة والله هتقول إيه؟ أنا فعلا رحت له وطلبت منه إنه يساعدني واخترعت له قصة، بس هو طلع بياخدني على قد عقلي وما عمليش أي حاجة. أنا عارفة ومقدرة اللي أنت فيه يا سيد كويس، بس أنت عارف إن أنا ماليش حد غيرك يساعدني، وإن أنت لو ساعدتني إن أنا ألاقي ملف عجمي هبقى عرفت اللي يوصلني لحقي. ماشي يا سماح. تصدق وتآمن بالله يا باشا؟ قول لا اله الا الله. لا اله الا الله. طول ما انا جاي في السكه عمال ادعي ان ربنا يهدي معاليك ليا، ودعوه المسافر مستجابه، وهو الحمد لله ربنا قبل مني دعوتي. ممكن تعبر عن فرحتك من غير ما تعمل هليله وتحتفظ بيها لنفسك؟ علم وينفذ يا باشا. مساء الخير. مساء الفل. مساء الخير يا حبيبتي. مساء الخير. بابا عايزه حضرتك لو سمحت بعد ما تخلص طبعا. قوي قوي. اوكي. مساء الهنا والسعاده على قمر الامارات وست الستات. استاذن انا يا باشا. مع السلامه. شرفت ونورت. سلمى صاحبتي تعبانه جدا ولازم انزل القاهره ازورها في المستشفى. الف حمد لله على سلامتها. قوي قوي، ما عنديش مانع. طيب ممكن اخد سيد معايا طبعا لو حضرتك مش محتاجه، عشان لو رجعت متاخر ما افتكرش ان عندي حاجه مهمه بكره. اوكي طيب ممكن حضرتك تديله اوردر بنفسك؟ قوي قوي. اي طلبات تانية؟ لا شكرا. صباح الخير. وحضرتك من اهله. نقول مبروك.
قول مبروك يا سولي. ألف ألف مبروك يا باشا. ايوه كده، عايزك تزقطط وما تقلقش، حسنتك هتوصلك زي ما اتفقنا. والله من غير حاجة خالص يا باشا. لا، في الحاجات دي يا سولي انا راجل جنتلمان واخر نزاهه، وما بحبش اكل لقمه لوحدي، بالصلاه على النبي كده بحب اكل الناس اللي حواليا، ماشي يا عم، عشان ما حدش يبص لي في لقمتي. ونعم الحكمه. الشيك بتاعك هيوصلك اول ما توصل للبشاير، وبالاذن عشان الطياره. اوصل سعادتك، اتفضل. تحت امرك يا فندم. بكره انت مع بسنت في القاهره، هتزور واحده صاحبتها في المستشفى وترجعوا على طول. تحت امرك يا باشا. مش محتاج اوصيك. في عينيا سعادتك. الشغل يا سيد ما فيهوش في عينيك، في تحت عينيك. انا اسف يا باشا، تحت عينيا. اتفضل. الو. قالوا ايه بقى؟ ده انا قلت اول ما الموبايل يلقط سيجنال هتكلمني على طول. اهلا يا مها. اهلا يا مها، دمك تقيل وانا زعلانه منك. ليه بس؟ كده هقول لك ليه لما اشوفك كمان شويه. كمان شويه؟ ايوه كمان شويه. اصل ليك عندي مفاجاه هايله حلوه قوي. مها. صدقني يا سالم، اوعدك ترجع مبسوط طاير من الفرح. خلاص هنتقابل كمان ساعه. ساعه؟ ولو انها هتعدي عليا سنه، انما ومالي. اخيرا وحشتني. عامله ايه؟ دمك تقيل. اقولك وحشتني تقول لي عامله ايه؟ مفيش وانتي اكتر، وانتي كمان. نفسي اعرف بتجيبي روقان البال ده منين؟ من الفنجان. بالمناسبه كنت عايز. ما تهربش من عينيا، خلي عينيك في عينيا وانت بتكلمني. انت وبعدين معاكي بقى. وحياتي عنك، وحياتي انت مش قلتي لي ان عندك مفاجاه حلوه هتغيرني من الفرحه؟ طبعا. طب ما يلا ما تفرحيني. انت عايز تفرح ولا تطير؟ عايز الاتنين، مهم ارسى على بر واطمن. اطمن، الخبر اللي عندي هيفرحك قوي. يا مسهل. ها؟ بس انت وافقت على جوازنا. بسنت. ايوه يا بابا. انا قلت بسنت. تعالي لي، انا عايزك. حاضر. هي ما كلمتك في حاجه بخصوص جوازنا يعني؟ قالت لي. ممكن اعرف منك قالت لك ايه؟ العادي يعني. ايوه يعني قالت لك ايه وقلت لها ايه؟ بالتفاصيل؟ ماشي. سألتني إذا كان عندي مانع إنكم تتجوزوا ولا لأ، واستأذنتني إنها عايزة تتجوزك. وانتي وافقتي بالبساطة دي؟ ليه لأ؟ أنا شايفة إن مها مش أقل من ريهام في حاجة. إيه؟ فهمت دلوقتي. أنا شكلي بوظت الدنيا. هو أنت كنت عايز تخلع منها؟ حد يعرف يخلع منها؟ إيه؟ لا مفيش. أوكي، جود نايت. ها، ايه رايك؟ لا شغل زي بتاع السيما. طبعا ده بقى شغل الناس العاليه الرومانسيين قوي اللي بيفهموا ولاد الناس. قول لي، مفيش اي حاجه ناقصه؟ لا كله تمام. بالمناسبه 4 فرد حمام حطيتهم لك في الفرن، و2 موزه حطيتها لك في الفرن، و4 ازاز بيره مشبرين حطيتهم لك في الثلاجه. زي الفل الكلام ده. اعلى بالشريط. شريط ايه؟ الشريط اللي قلت لك روح عنده من عند الصيدليه. ها؟ ايه الشريط؟ ايوه كنت هنساه اهو. دي حاجه تنسى يا مغفل. هات لي كوبايه ميه. بالهنا والشفا. مالك ضارب عينك في الحبايه كده؟ اوعى تكون مفكر انا محتاجها ولا حاجه. لا، انا لسه بخيري وقدها وقدود. انا بعون الله اخش بكتف في الحيطه امزعها. بس برضه الاحتياط واجب في ليله زي دي. يلا زق انت بقى واخلع. بقول لك لو حد عرف حاجه من اللي انت جبته وعملته النهارده هعلق امك من حواجبك.
فاهم؟ طالما بلمت يبقى سيحت. اخلع قبل ما الحبايه تشتغل، اخلع. الو. ايوه ريهام، عامله ايه؟ ايوه يا علي، انا خفت تكون نمت. لا يا حبيبتي انا صاحي. في ايه صوتك ماله؟ لا ما تقلقش، انا كويسه. المهم عايزاك تسمعني كويس وتركز في اللي هقوله لك. سامعني؟ ايوه معاكي. فاكر الخطه اللي احنا عملناها زمان ايام وجيه؟ اه طبعا، وهي دي حاجه تتنسي؟ طب احنا هنعمل الخطه دي مره تانية، بس المره دي هتبقى انا ووجيه. الله، وليه كده بس؟ الله، مالك في ايه؟ يا حبيبتي المره اللي فاتت الحكايه عدت على خير، وبعدين يعني المثل بيقول مش كل مره تسلم الجره. وديكي شفت بنفسك اللي اسمه سيد ده طلع لنا من تحت الارض ساعتها زي الخازوق. ما تقلقش، المره دي هنخطط كويس ونختار الوقت والمكان المناسب للتنفيذ. انا مش فاهم بس ايه اللي خلاكي تفكري في الحكايه دي تاني؟ بصراحه خايفه لو فضلت هنا اكتر من كده احصل ماما الله يرحمها. اشربي يا اسطى. استني. استنى ليه؟ في حد عندك جوه؟ غمضي. اغمض ايه يا مني؟ يا وليه ما تخنقنيش، غمضي يعني تغمضي. اها. تعالي. حاسب عليا. على مهلك. ايوه. حاسب لا تكفيني على وشي. بس. فتحي. هتولع في الشقه يخيبك. يخيبني؟ دي دعوه تتقال في ليله زي دي، ما تحسس على منافسك بقى شويه بقى. اصل انا ما كنتش اعرف انك شمع احمر رومانسي قوي كده. ده انا ابو الرومانسيه، انا عمهم. دي ما فضيتش غير بالرومانسيه ولسه. فاجئني يا وحش. لا، الباقي هنشوفه عملي مع بعض جوه. طب يلا شني على جوه يا حواش. هو انا ما قلتلكيش؟ ايه معاك شهاده طبيه؟ لا مش الدرجه دي، بس بعيد عنك عندي القطنيه في الرابعه والخامسه. والله العظيم انا كنت عارفه انك معيوب. بلاش كلمه معيوب دي. الست بتحس بالراجل اللي معاها. لا حول ولا قوه الا بالله، ده هتندب ان شاء الله، ربنا هينصرنا عليكي ان شاء الله، واملنا في الاولى والثانيه. شكلها لا فيها لا اول ولا تاني ولا تالت ولا عاشر حتى. ياما بلاش احباط بقى في ليله زي دي، قول يا رب. ما تبددش طاقتك بس في الصاله، حاضر. وفرها لجوه. حاضر. يلا يا سبعي. ايوه سبعك، ده الكلام اللي يتقال، هو ده الفال. العب يا دوكش. ايه في ايه؟ خلاص كلهم ناموا. خد وده ايه ده كمان ان شاء الله؟ ده الماستر كي، سرقته النهارده الصبح. خلاص الجنيه بقت في دمك؟ ما هو انا هعمل ايه بس يا سيد؟ غصب عني يعني، من قله حيلتي. امال هجيب حق ازاي؟ استنيني. حاضر.
مالك بتنط زي الارنب كده ليه؟ اصل النور نور فجاه. انا عامله لي هجامه وقلبك ميت. كنا هنشوف ازاي في الكحل اللي احنا فيه ده. اسفه. طيب ماشي يا مؤدبه. ادي كل الدوسات اهي، اختاري بقى منها زي ما انت عايزه. احسن حاجه كل واحد فينا يدور في ركن. ده من كتر الكهرباء اللي في المكان. ها حاضر. انت عندك كام سنه؟ تديني كام سنه؟ يا خطوبه خلصي. 22 سنه. 22 سنه يبقى 1990. اهو. واسمه ايه؟ مش عارفه، كل اللي قالته لي ان اسمه عجمي. اهو خدي ورقه وقلم واكتبي. حاضر. عجمي عبد الحق عابدين، ساكن في